مواجهة حارقة منتظرة بين اللاعب المغربي إلياس بن صغير وجوهرة إسبانيا لامين يامال. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. يستعد النجم المغربي الشاب إلياس بن صغير جناح نادي موناكو الفرنسي لمواجهة لامين يامال وفريقه برشلونة في مواجهة حارقة منتظرة في شهر غشت القادم. إلياس بن صغير الذي يعتبر من أحد جواهر المنتخب المغربي والذي يقدم مستويات كبيرة مع النخبة الوطنية سيواجه لامين يامال في بطولة كأس خوان غامبر الودية التي تنظمها برشلونة في بداية كل موسم كروي احتفالا بمؤسس النادي خوان غامبر وبالضجة الكبيرة التي أثارها لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وعودة الجمهور المغربي للحديث عن موضوعه وارتباطه سابقا بإمكانية الانضمام للمنتخب المغربي. فإن هذه المواجهة مواجهة إلياس بن صغير لهذا اللاعب ستكون خاصة للجمهور المغربي. المواجهة ستقام في 12 من شهر غشت القادم في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي بالمغرب على أرضية ميدان أولمبيك لويس كومبانياس معقل نادي برشلونة. وبرغم من مشاركة إلياس بن صغير رفقة المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس، لكن هذا الأمر لن يشكل عقبة في مشاركته رفقة نادي موناكو في هذه المباراة الودية في بطولة كأس خوان غامبر، لأن بطولة كرة القدم في أولمبياد باريس ستنتهي في 9 من شهر غشت القادم، أي أن المباراة النهائية ستقام في 9 من شهر غشت القادم، وسيتبقى لإلياس بن صغير هذا في حالة وصل مع المنتخب المغربي للمباراة النهائية ستبقى أمامه 3 أيام للالتحاق بنادي موناكو والمشاركة في المباراة ضد نادي برشلونة. إلياس بن صغير يعتبر من أفضل اللاعبين المغاربة، يبلغ من العمر 19 سنة فقط، يلعب في مركز الجناح الأيسر، يمتلك إمكانيات كبيرة، جناح سريع ومهاري وهداف. وبالحديث عن مستقبل هذا اللاعب الشاب فإن إلياس وبحسب شبكة ترانسفير ماركت المختصة في إحصائيات اللاعبين يتواجد ضمن اهتمام نادي برشلونة لميركاتو الصيف، إذ تضعه إدارة النادي الكتالوني كخيار ثان ستتجه إلى ضمه في حال فشلها في ضم الجناح الإسباني نيكو ويليامز الذي يعتبر الأولوية القصوى لإدارة نادي برشلونة. كما أن القيمة التسويقية للاعب إلياس بن صغير والبالغة 16 مليون يورو تغري أيضا النادي الكتالوني، لأن نيكو ويليامز سوف يكلف خزينة النادي ما يقارب 60 مليون يورو، أما إلياس بن صغير فسيكلفها فقط 16 مليون يورو، وكلها معطيات تجعل إلياس بن صغير يمتلك حظوظا بنسبة معينة في إمكانية انضمامه لنادي برشلونة في هذا الصيف في حال فشل الفريق كما قلنا في ضم الجناح الإسباني